نفسي اعرف ايه التطور والانجاز اللي عمله هنا بريدة في الكرة المصرية اثناء رئاسته للاتحاد المصري سنة 2019، وعلشان كده تم ترشيحه للانتخابات وكسب بالتزكية وبقى رئيسا للاتحاد المصري سنة 2025. في 2019 شفنا فشل في كل حاجة، في الدوري المصري وفشل المنتخب المصري، وما شفناش اي تطور في الكرة المصرية، فعلشان كده خليناه رئيسا للاتحاد المصري سنة 2025 عشان يكمل الفشل اللي ما كملوش في 2019. قالوا لك هنطور، نفسي اعرف فين التطوير؟ ملاعب زي الزفت، تصوير زي الزفت، تحكيم كله كوارث، غير طبعا رئيس لجنة الحكام اللي جاي يضحك علينا ويقلبنا في شوية دولارات، وقال ايه جايب لك مساعد عنده 33 سنة عشان نستفاد من خبراته. خبرات يا ابو خبرات؟ حد بقى يقول لي فين الخبرات اذا كان انت فاشل وما عندكش خبرات ولا تفقه شيء في التحكيم اصلا؟ واللي يثبت لك انه ما يفقهش اي شيء في اي شيء فضح الدنيا لما طلع مع ابراهيم عبد الجواد، والكابتن سيد عبد الحفيظ فضحه اكتر قدام الناس كلها. في رئيس لجنة الحكام ما يعرفش الحكام اللي عنده، حكموا كم مباراة. نفسي بقى اشوف حاجة حلوة وانجاز وتطور في الكرة المصرية عمله هنا بريدة في سنة 2019 او في 2025 او في 2026. مفيش اي حاجة يا ابو الصحاب. نفسي اشوف ملاعب كويسة، تصوير كويس، تحكيم عادل، ونسيبنا بقى من التحيز ونشتغل لمصلحة الدوري المصري مش لمصلحة فرق بعينها. ده حتى يا جدع تطوير منظومة قطاع الناشئين اللي قالوا عليه ما عملوش في اي حاجة، وزي الزفت ما بنشوفش اي مواهب وبيقتلوا المواهب في الدوري المصري، وقطاع الناشئين كله عباره عن محسوبيه وابناء عاملين. فهنتقدم امتى وهيبقى عندنا رقابه على الناس دي امتى؟ عشان احنا تعبنا قسما بالله. بس كده، يلا سلام.